مهما مر من الوقت الاهلي ما بيسيبش حق. الاهلي في 2017 خسر النهائي من الوداد، وفي 2018 خسر النهائي من الترجي، وفي 2019 كانت اكبر هزيمه في تاريخه من سان داونز 5-0، وفي 2020 خسر السوبر من الزمالك. بعدها جت بطوله افريقيا، وبعد غيابها 7 سنين عن خزينه الاهلي بيواجه سان داونز في ربع النهائي ويكسبوا ويصعد نص نهائي من قلب الغيط بتاعهم على نفس الملعب اللي خسرنا عليه 5. وبعد كده بيواجه الوداد ويكسبوا 5-1 بنتيجة الماتشين، وبيهينوا قدام جمهوره ويصعد للنهائي. وبعد كده بيروح يلاعب الزمالك في النهائي وياخد منه البطولة بعد غياب 7 سنين عن الأهلي. كده يبقى فاضل مين؟ الترجي، صح؟ بتواجهه في 2021 وبتكسبوا 4-0 بنتيجة الماتشين، وبتلعبوا تاني السنة دي وبتكسبوا 3-0 على أرضه وبرضه 4-0 بنتيجة الماتشين. أنا كده شايف إن لسه لينا حق عند الوداد، وبصراحة كده أنا مش قادر أنسى اللي حصل لا في 2017 ولا في 2022.